يا اخي والله العظيم انا ما اعرف ازاي ما حدش بيتكلم عن الشاشة دي. يعني بجد شاشة في سعرها مفيش زيها، الا وهي لينوفو ليجن ار 27 كيو اي. ودلوقتي بقى خلينا نشوف ايه اللي جاي مع المونيتور بتاعتنا ونركبها كمان مع بعض. واول حاجه خالص ان الشاشه دي بتيجي بكابل ديسبلاي بورد، وكده كده كابل الباور بتاع الشاشه. وبالنسبه للستاند فزي ما انت ما شايف كده ان الستاند متين وتقيل، وفي مكان كده فاضي في نص الستاند علشان تعدي ما بينه الكابلات بتاعتك لما تيجي تعمل كيبل مانجمنت، وشكل السيت اب بتاعك يكون حلو. وكمان عليه تكتشر كده باللون الازرق جامده جدا، والستاند معمول زي خلايا النحل فمديله لون روش جدا الصراحه. ونيجي للقعده بتاعه الستاند، فهي قاعده بلاستيك مقومه من الحديد من الظهر كده، وشكلها روش، وكمان فيها فتحه هنا كده هقول لك بتعمل ايه بالظبط كمان شويه. وكمان بيجي 4 مسامير كده علشان تركب الشاشه في الستاند بتاعها. ويلا بينا نركب الشاشه مع بعض. بص انا عايزك دايما تتعود لما تيجي تركب الستاند في اي شاشه ركبه الشاشه جوه الفلين بتاعها الاول. بس كل اللي عليك تعمله اللي انت تركب الاول الستاند، وبعد كده تركب القاعده في الستاند، وتجيب الستاند كده بالظبط تركب فيه ال4 مسامير اللي جايين معاه، وتقوم حاطه كده على الشاشه. تبدا تربط كده بالاكس كده، تربط كده وكده. انت مش هتحتاج مفك واحد وانت بتربط الشاشه دي كده. احنا ربطنا الشاشه في الستاند، فاضل اللي احنا نربطها في القاعده بتاعت الشاشه. وزي ما انت ما شايف ده شكل المسمار اللي في القاعده. كل اللي عليك تعمله اللي انت تخلي الحته الحديد دي لفوق كده علشان تبدا تربط. بس هتحط الستاند كده وتربط يا باشا. وبعد لما تتاكد ان انت ربطت كويس هتقوم منزل الحديد ده، حته الحديد دي برضو لتحت كده، وكده يكون ربطت الشاشه. وكده تبقى متاكد ان انت لو شلت الشاشه مش هتقع منك، وكمان ما تبصمهاش وانت بتمسكها من الازاز بتاعها. فتعالى بقى ايه نوقف الشاشه مع بعض. بص الكاميرا دلوقتي هتروح الفوكس بتاعها كده. احنا موقفين الشاشه، يلا بقى نرجع نكمل. وبعد لما ركبنا الشاشة مع بعض خلينا نتكلم شوية عن التصميم بتاع الشاشة. بس قبل ما نتكلم عن التصميم وعن أي حاجة خلينا اديلك ليك كده بسيط علشان تكمل الفيديو ده للآخر. الشاشة دي كواد اتش دي 180 هرتز اي بي اس بانل وشوية حاجات كتيرة كده. فقبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. وحابب اقول لك اللي انا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر لو انت اول مرة تتفرج عليا. وخلينا نتكلم عن التصميم بتاع الشاشة. وزي ما انت ما شايف، في اول حاجه هتلاقيها في الديزاين بتاع الشاشه ان الشاشه دي فريمليس، او بمعنى اصح من غير حواف خالص. فبتدي لك كده ايحاء ان الشاشه اكبر، بس هي نفس المقاس، الا وهو ال 27 انش. وستاند الشاشه زي ما قلت لك ان هو مصنوع من المعدن. وميزه جامده جدا في الستاند ده اللي انت تقدر تحط الموبايل بتاعك فيه، بحيث ان انت لو بتتفرج على توتوريال او حاجه تقدر تتابع على الشاشه بتاعتك وعلى الموبايل في نفس الوقت. ده غير بقى ان الستاند ده فيه كم مزايا كتيرة جدا جدا جدا. كل حد بيجي يشتري شاشة بيسأل عليه. يعني الستاند ده بيخليك تقدر تنزل الشاشة لتحت او ترفعها لفوق، او تجيبها يمين او تجيبها شمال، او تعمل لها تلت اب او حتى تلت داون. واهم ميزة بقى ان الستاند ده تقدر تلف منه الشاشة تخليها بورتريه. يعني عايز تلفها كده خليها شاشة سنوية، بحيث ان انت لو كرييتور وبتمنتج شورتس على اليوتيوب دي هتبقى شاشة جامدة جدا ليك. ولو انت معرق وبتلعب كول اوف ديوتي كتير زي حالاتي فتقدر تنزلها لتحت خالص وتعمل لها تلت اب وتلزق في الشاشه حرفيا. ومحدش يعمل كده عشان الكلام ده مؤذي للعين والله. وخلينا بقى نروح نشوف اداء الشاشه دي بيقول ايه. بسم الله. طيب بص، طبعا اهم حاجه في الشاشه هي الشاشه نفسها. يعني اداء الشاشه هو اهم شيء في التجربه كلها. الديزاين بتاع الشاشه بيفرق، الكنترول بانل بتاعت الشاشه والسوفت وير بتاعها بيفرق، بس بجد اللي بيفرق شاشه عن شاشه هو الشاشه نفسها او البانل نفسها. فانا زي ما قلت لك ان الشاشه دي 27 بوصه، بتيجي بريزولوشن كواد اتش دي 2560 في 1440 بكسل. وكمان عدد البكسلز في الانش الواحد في الشاشه دي هو 109 بكسل، وبتوصل لحد نص ملي ثانية ام بي ار تي او 2 ملي ثانية جري تو جريد. وده معناه ان انت مش هتلاحظ اي تأخير في اللعبة بتاعتك ولا هتلاحظ اي تقطيع في اللعبة. وده بسببين: اول حاجة ان هي بتوصل لحد نص ملي ثانية، وتاني حاجة ان هي فيها اي ام دي فري سينك بريميوم. فاي ام دي فري سينك بريميوم ده لو انت عندك كارت شاشة اي ام دي بيظبط الفريمات اللي خارجة من الكارت ان هي تبقى نفس الفريمات اللي بتعرضها الشاشة. وبالنسبة للالوان بتاعة الشاشة
الشاشه، فالشاشه دي الوانها جامده جدا 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 بجد، لان بانل الشاشه دي اي بي اس او ان بلين سويتشنج، ودي افضل الوان انت ممكن تلاقيها في شاشات ال سي دي، ومحققه 99% اس ار جي بي و90% دي سي اي بي 3 كلر جامت، وكمان محققه 120% اس ار جي بي و95% دي سي اي بي 3 في الكلر اريا. ودي ارقام المصنع، علشان انا ما عنديش الجهاز السبايدر، ان شاء الله نقدر نوفره ونجيبه في وقت قريب علشان نخلي المراجعه شامله متكامله. وده مش عيب في القناه على فكره، واحنا 35,000 سبسكرايبر او 32,000 سبسكرايبر، فاكيد مش هقدر اروح اوفر كل حاجه في وقت قليل، فما تنساش تدعمني بالاشتراك بتاعك علشان نقدر نوفر كل حاجه ليكم. ده غير ان اضاءه الشاشه دي 450 نتس او 450 شمعه، وفيها اتش دي ار 400، والكونتراست ريشيو بتاعتها من 1000 ل1. واهم ميزه واقوى ميزه موجوده في الشاشه دي اللي خلتني اصلا اطلع اتكلم عليها، ان الكالر ديبس بتاعت الشاشه دي 10 بت، وبتقدر تعرض لحد 1.07 بليون كالر. انا مش عارف هم جابوا الالوان دي كلها منين اصلا، يعني انا بالنسبه لي الالوان هي احمر واخضر واصفر وازرق وبنفسجي ورمادي وبربل وكل الكلام ده. يعني انا يوم ما اتمدنت عرفت ايه هو لون المنت جرين والمش عارف اللون اللي هو شغال الازرق ده، استنى، سكاي بلو، ده يعني ده كان اصيع حاجه بالنسبه لي. فانت حرفيا الوان الدنيا كلها انت هتلاقي الشاشه دي بتغطيها وبتعرضها بشكل تمام. وبرضه ما تقلقش، انا ما نسيتش اجاوبك في اللي انت عايز تسال فيه دلوقتي. طبعا واحد من الاسئله اللي جت في بالك دلوقتي هي ايه المنافذ بتاعه الشاشه. الشاشه دي بتيجي باتنين اتش دي ام اي 2.1، وكمان واحد ديسبلاي بورت 1.4، و اي او اكس جاك اللي هو 3.5 مللي علشان لو عايز توصل للسماعه في الشاشه. فالشاشه دي تشتغل معاك على البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 5 برو والاكس بوكس 1 والاكس بوكس سيريس اس وسيريس اكس 120 هرتز، علشان الاتش دي بتاعها 2.1. بتشتغل معاك وتشغل الفيتشرز بتاعتها وكلها بكابل ديسبلاي اللي جاي مع الشاشه بالفعل من الاوتبوت ال 1.4 بتاع الديسبلاي بورت. فخلينا بقى نرجع تاني نتكلم مع بعض شويه عن تجربه الاستخدام بتاعه الشاشه. انا حابب اقول ان انا مبسوط بالفيديو ده جدا والله. اتفرج على الفيديو ده لاخره. ها، بص، الشاشة دي شاملة كل حاجة وكمان لأي حاجة. يعني عايز تلعب لعبة اوفلاين كده وتستمتع بالألوان اللي بتطلعها اللعبة، شغال. عايز تعرق وتلعب كول اوف ديوتي زي كده كومباتيتيف، برضه شغال. عايز تخلص شغلك علشان انت ديزاينر ووراك تاسكات كتيرة جدا وكل شوية تقول للناس حاضر انا بخلص اهو، شغال برضه. وكمان عايز تتفرج بقى على فيلم، عايز تتفرج على فيديو لأحمد عارف على اليوتيوب وتستمتع بالألوان وتشغل الفيديو 4K، شغل الفيديو 4K. انا تعبان على اللينس ده والكاميرا والله يعني، واعمل لايك برضو هيكون شغال. وكمان لو انت ما بتحبش الضوء الازرق اللي بتطلعه الشاشه، فالشاشه دي فيها الفلتر بتاع اللو بلو لايت علشان ما يأذيش عينك، بس بيخلي الشاشه صفرا قوي، فانا مش بحب استخدمه الصراحه يعني انا. فدي شاشه للمونتير وللجيمر وللجرافيك ديزاينر والفيديو اديتور ولاي حاجه ليها علاقه باستخدام الكمبيوتر في الدنيا كلها. بقول لك ايه، تعال نقول الخلاصه مع بعض. طيب يعني يا ابو الجناكس برضو، ادينا بقى ايه الخلاصة والزتونة بتاعت الشاشة دي. انا دلوقتي هتكلم معاكم عن اهم مميزات وعيوب الشاشة وسعرها وكل حاجة انت محتاج تعرفها، وان الشاشة دي رايحة لمين. خلينا نبدأ بالعيوب بتاعت الشاشة. الشاشة دي انا شفت فيها عيبين بس من وجهة نظري انا، تختلف معايا او تتفق معايا تمام، مفيش مشكله، الموضوع مش حرب يعني. الشاشه اول عيب فيها من وجهه نظري هي الكنترول بانل بتاعتها او الواجهه بتاعت التحكم بتاعتها. اولا هي زراير من ورا، وكل مره بتلخبط هو انهي زرار اللي بيرجع باك وانهي زرار اللي بيطلع لفوق وبينزل لتحت والكلام ده. يعني انا في الاغلب بدوس على زرار الباور من غير قصدي كل مره. فانا شايف ان هي لو كانت معموله انالوج كان هيبقى افضل بكتير جدا. وتاني عيب هو ال HDR.
الاتش دي ار بتاع الشاشه مش بيديها الكونتراستي بتاعت الاتش دي ار، مش شايفه واو، فاهم يعني؟ عينيا ما لمعتش كده وانا مشغل الاتش دي ار وبتفرج على التكتشرز اللي موجوده في الالعاب. الفرق ما كانش كبير، بل بالعكس. لما جيت العب عليها كول اوف ديوتي وور زون تحديدا وشغلت الاتش دي ار، كل اللي بيحصل اللي انت لو داخل في مكان ضلمه شويه اي كامبر هيجيبك، لان هو ال الاماكن اللي ما بيبقاش فيها ضوء زي البيوت او حاجه الكامبرز بيكونوا مستخبين فيها. لما بتشغل الاتش دي ار الحتت دي في الشاشه بتكون سودة معتومه معتومه، فانت مش عارف تخش تعرف مين اللي جوه قبل لما تخش، ولا تبص على هنت ولا اي حاجه. هتشغل الاتش دي ار يبقى بتلعب لعبه ستوري ومش هيديك الاحساس اللي هو الواو. فالاتش دي ار في الشاشه دي مش اقوى حاجه. هو الاتش دي ار في الشاشه دي وحش. تمام كده تمام كده. بس عايزه. لا ليه؟ ما انا هكدب؟ لا انا بتكلم على الشركات يعني. لا الشركه لو هي محتاجاني اطلع اقول ان المنتج بتاعها جامد، اصل الشاشه دي ب 11000 جنيه، فانا لو طلعت مثلا قلت ان الشاشه دي جامده وما قلتش على العيوب اللي انا شفتها، اولا هيكون حرام عليا، تاني حاجه الشركه لو هي نصابه انا مش بشتغل معاها اصلا. يعني لو منتج وحش جالي انا مش بصوره، فاهم؟ انا بتكلم قصدي في شركات بتبقى عايزه ان انت تطلع الحلو فيها. ايوه، طب والوحش ده مين اللي هيحاسب عليه؟ فانا بتكلم في كده، انت الحته ديت حلوه فيك للي هيشتري، وحشه للناس اللي عايزه تشتغل معاك. ايوه تمام. الناس اللي عايزه تشتغل معايا بقى لو شافت ان الحته دي وحشه يصلحوا المنتج بتاعهم، فاهم؟ ما فاهمك، بتكلم ان انت بتعمل حاجه حلال، بس في شركات بتبقى عايزه ان انت تطلع بس الحلو فيها. ما ده غلط، ما انا مش بشتغل مع الشركات دي بقى. يعني الشركات دي لما تيجي تكلمني بقول لهم لا والله انا شغال في سيجما، ماليش دعوه، فاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غير كده بقى انا ما شفتش اي منافس بيقدم الباكج الكامله زي ما الشاشه دي بتقدمها بالظبط. يعني الشاشه الاسوس البرو ارت هي شاشه جامده جدا جدا جدا، ومش هكدب وهقول لك نفس الالوان وكل الكلام ده، لا هي الوان البرو ارت احلى بس 75 هرتز، فدي تدي لك الوان منطقيه وتعرف تشتغل عليها وتعتمد عليها، وتديك 180 هرتز، وكمان سعرها جامد جدا. الشاشه دي كانت ب 12500 جنيه تقريبا. انا بحاول انجز عشان الكاميرا هتفصل دلوقتي. الشاشه دي كانت ب 12500 جنيه تقريبا. احنا بقى نزلنا عليها عرض وبقت ب 11000 جنيه، وبضمان الوكيل بتاعها ضمان سنة. النسخة دي نسخة شرق أوسط بضمان سنة، والشاشة متوفرة في كل فروع سيجما كمبيوتر. لو انت هارد كور جيمر عندك كارت شاشة فوق ال 3060 أو 3060 وعايز تلعب 2K، عايز حاجة 180 هرتز وتساعدك جدا في الألوان، فالشاشة دي ليك. ولو انت وصلت لحد هنا فاعرف انك محترم ومتربي وشبعان وابن ناس. وحابب اقول لك اخر حاجه ان انا احمد عارف، ودي سيجما كمبيوتر. ما تنساش تشوف الفيديوهين دول، ممكن يفيدوك. اعمل لايك وسبسكرايب واشوفك في الفيديو اللي جاي يا صديقي. سلام. خلصنا. هو is the beast in the middle east. ايه المونتاج. مش عايز امنتج.